النهارده تم تركيب أول كاميرا في كوبري محمد نجيب. النهارده هتشوفوا معانا صور حية وحصرية فقط لحضراتكم، وهنعرف كمان ميعاد الانتهاء من المشروع بعد ما تم تعديله، التعديل على التحويلة المرورية ومستمرة لحد امتى. معلومات مهمة جدا وجديدة في الحلقة دي، علشان كده قبل ما نبدأ يا ريت تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. مشروع توسعة كورنيش اسكندرية وكوبري محمد نجيب من المشاريع المهمة اللي بتتم الفترة دي في محافظة اسكندرية، وهدفها حل الازدحام في المنطقة دي في محافظة اسكندرية، وخصوصا في فترة الصيف، وحل مشاكل محاور عمودية على كورنيش اسكندرية وإشارات كنا بنقف فيها بالساعات. السيد الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية من كام يوم كان زار موقع الأعمال، ووجه سيادته بضرورة الانتهاء من المشروع يوم 15/6/2025 قبل ما يبدأ موسم الصيف. ومعروف إن كان من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة الكورنيش وكوبري محمد نجيب في 30/8/2025، وبكده يكون تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل شهر ونص من المدة اللي كان مقرر ينتهي فيها. وعلشان كده قامت الشركة المنفذة مشكورة بتسريع الأعمال، وشفنا زي ما بان قدام حضراتكم إن النهاردة تم تركيب جزء من القمر الخاص بكوبري محمد نجيب، وفي نفس الوقت بيتم صب قواعد القمر في عمود تاني زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة. وبالنسبة للتحويلة المرورية اللي كان تم عملها وبتستمر لمدة 3 شهور علشان يكون في متسع لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري محمد نجيب، تم نقلها من الحارة القبلية للحارة البحرية، وتقسيم الحارة البحرية لاتجاهين، كل اتجاه 3 حارات، وده بداية من مدرسة الطفولة السعيدة لحد إشارة مسجد سيدي بشر وبطول 850 متر. وتم غلق كلي للمحاور العرضية على طريق الكورنيش زي محور محمد نجيب وشارع الطفولة السعيدة وشارع الحزب الوطني القديم، وبيتم وضع لافتات تعريفية بطول المشروع وفي جميع مراحله، ومتوضح عليها تفاصيل المشروع والتوقيتات الخاصة بيه. مشروع توسعة كورنيش اسكندرية واللي بيهدف لتوسعة طريق الكورنيش في الاتجاهين بداية من المحروسة وحتى المنتزه، علشان يكون كل اتجاه 5 حارات بعد ما كان 3 حارات، عن طريق ردم جزء كبير من البحر بيصل عمقه ل 15 متر، وده علشان يتم توفير المساحة المطلوبة لتوسعة الطريق. كل يوم في جديد في اسكندرية، ودورنا اننا نوضح مع حضراتكم اخر التطورات علشان نفرح ببلدنا واللي بتوصل ليه. قلنا لحضراتكم اخر التطورات مع صورة حية وحصرية فقط لحضراتكم. كمان لو حابين تتابعوا معانا كل جديد في اسكندرية، ما تنسوش دلوقتي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. كنت معاكم اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.